هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بمبار، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص الصف. ولكل أكلة كمان تركاية. اللي بيحطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. أهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من أيام الشهر الفضيل. أيامه جميلة وأكلاته أجمل وأجمل. شيف مريم، عايزين صنف حلو كده النهاردة ناكله بعد الفطار وبعد التراويح بالتحديد، تسيب مساحة كده المعدة تتنفس. احنا النهاردة نعمل أم عادي. الحلو حل وشعب ولقط ما خل. أم عادي ممكن نعملها بالجلاش، ممكن بالرقاق الطري، ممكن لو عندنا كرواسون قديم في الفريزر يعني حرام مش هنستخدم، صح، هنحطه في الفرن لغاية لما يتحمص وهنكسره ونحط عليه اللبن. بالنسبة للسمنة البلدي لو حطينا حتة صغيرة على الجلاش فيها ضرر. هي المادة الدهنية على فكرة بتدي طعامة وبتدي لذاذة وبتدي قوام حلو كده، ولكن الإكثار منها ضار، لأن الجسم محتاج المادة الدهنية اللي من مصدر طبيعي، يعني زبدة طبيعي أو سمنة بلدي. بلاش السمنة المهدرجة والزيوت المهدرجة، لأن دي ليها تأثير ضار جدا على نسبة الكوليسترول في أجسامنا وعلى صحة قلبنا كمان. فالسمنة اللي هي البلدي الجسم محتاجها بنسبة صغيرة. ليه؟ عشان في فيتامينات في أجسامنا بتدوب في الدهون عشان الجسم يقدر يستفاد منها، ولكن الشيء لما بيزيد عن حده بينقلب لضده. لو حطينا كمية كبيرة هتبقى ضارة على صحتنا، فاحنا عايزين نبقى وسطيين ونمسك العصاية من النص. وهنقول برضو سر للمستمعين هيعرفوه حلو قوي. سمعيني أسرارك بقى. ان احنا مهما حطينا سمنة او دهون مش هنحس بطعم الاكل، لكن لو سيبنا الاكل استوت وحطينا في الاخر معلقة سمنة صغيرة هنحس كأننا حاطين 5-6 معالق سمنة. السمن البلدي يا إما بلاش. يا تكاتك يا مريم، يا تكاته يا حركاته يا جماله يا جماله. نحط معلقة سمنة بسيطة مش كتيرة عشان بس تدي اللون اللي هو الذهبي. سمنة بلدي او زبدة طبيعية بالظبط. او زبدة طبيعية، بس بنفضل السمنة ان الزبدة بتتحرق بسرعة، فبنحطها في الفرن هي او الرقاق الطري. تمام. او لو عندنا كرواسون بايت طبعا مش هنحتاج نحط له حاجة، الكرواسون اللي بيكون معمول بزبدة. بعدين بنطلعها نكون غالين اللبن كويس قوي قوي. ممكن نحط معاه كيس فانيليا صغير حسب الرغبة، ممكن حد يحط فص مستكة، ممكن رشة قرفة. رشة قرفة. السكر طبعا حسب الرغبة، ما نكترش في السكر بالظبط، لان احنا هنحط جوز هند او زبيب هيكون في اصلا فيه سكريات، فنحاول نقلل في السكر اللي في المحطوط في اللبن. تمام. واول ما اللبن يغلي ونحط الطاجن فيه الجلاش او الرقاق، تمام. هنحط اللبن وهو بيغلي عليه على طول، وبعدين هنقوم حاطينه في الفرن. عايزين بقى اول ما يبتدي يغلي نحط جوز هند والزبيب او المكسرات اللي عندنا، بندق، كل واحد حسب رغبته. هينزل لتحت، هنفتح الشوايه هتتحمر وشها، وفي ممكن نحط معلقه قشطه على الوش، طبعا ده يعني بندلعها يعني. انك متمكن. ترجع الحكاية لعز الدين أيبك. ده كان أول سلطان من المماليك يحكم مصر. اتجوز شجرة الدر بعد ما ساعدته أن يصل لحكم مصر. كانت شجرة الدر اشترطت عليه يطلق مراته الأولانية، ومع الوقت بدأ يعزل شجرة الدر، ومع مرور الوقت بدأ يرجع علاقته مع زوجته الأولانية ابنه علي. عرفت شجرة الدر ان بدأت المية ترجع لمجاريها مع زوجته الأولى، غضبت غضب شديد جدا وقررت ان هي تنتقم من عز الدين أيبك، ودبرت مؤامرة وقامت بقتل عز الدين أيبك. زوجته الأولانية عرفت فقررت تاخد طار جوزها. علي دبرت مؤامرة عشان تقتل شجرة الدر، ولما اتقتلت شجرة الدر ووصول ابنها علي للحكم، احتفلت علي وأمرت بتوزيع أطباق من الحلوى عبارة عن خليط من الدقيق والسكر واللبن، وسميت هذه الوصفة بأم علي اللي موجودة حتى يومنا هذا. نصيحتنا ناكل وما نكترش، وفي صحتنا ما نفرطش.
مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة. دكتور نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي اعزم اصحابي مش ياكلوا يتفرجوا بس.